السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده واحوالكم طيبه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. شحال اللي ما حطيت شي حاجه. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا مع بعضياتنا واحد الكنافه اللي كتجي مالحه بالحوت، ولكل واحد الاختيار، كل واحد شنو كيبغي. اول حاجه غادي نبداو فيها، هنايا عملت شويه ديال الزبده ودابت، عملت فيها كروفيت. ممكن تعملوا اي حوت على حسب الامكانيات ديال كل واحد، اولا تعملوها بالدجاج اولا باش ما بغيتو نتوما، اولا بالكفته. كتجي حتى بالكفته ديال الحوت اولا الكفته ديال الدجاج، كتجي حتى هي زوينه. شويه د البزار، شويه د كامل، شويه د القزبر حبوب، شويه ديال العطريه ديال الحوت مليحه. يا صافي كنخليهم حتى كيتشحر. هنايا زدت واحد تومه بودره، ممكن ديروا التومه العاديه. صافي كنشحرها شي شويه ومحيداها، وغادي نشحر الحوت اخر كامل، غادي ندوزوه هكا. صافي هنايا عملت شويه ديال الزبده، خليتها تذابت، وغادي نعمل هنا هاد الكالامر اللي عندي مقطع. ممكن تقطعوهم طروفه كبارين على هادو، ممكن صغار اللي بغيتو نتوما. غادي نضيف عليهم نفس العطريه، بحال العطريه اللي عملت في القمرون، غنعملو كذلك في كالامار بحال. شويه ديال قزبر حبوب، شويه الكمون، شويه ديال اما الهريسه اما السودانيه، البزار، تومه. الا عندكم حبه الهيل او ورقه زيت ناموسه حتى هي تضيفوها، صراحه كتعطي واحد كيعطيو النسمه مزيونه. صافي وغادي نخلط كلشي مع بعضو، نخليهم يتشحروا مزيان حتى كيطلق الماء مره يولي نشف، عاد نحيدهم. هانتوما كتشوفوا راه هنا ناشف الكالامار، غادي نحيدو حتى هو، ونولي نعمل عاوتاني نفس الشيء نفس الطريقه على حسب الكميه ديال الحوت اللي عندكم والنوع. يعني شحال نقدروا نكتفيو بجوج انواع، ممكن تزيدوا، داكشي كيبقى على حسب كل واحد. هنايا غادي نضيف شي شويه ديال الزبده، وغادي نعمل هذا الحوت الابيض، ولكن ممكن انكم تعملوه كذلك في الفران. انا الفران كان عندي مشغول، في الفران كيجي زوين صراحه، وما كنبقاوش مقابلين كل مره نقلبوه من هذه الجهه لهذه الجهه. كنديروا العطريه عادي وندهنوا اللاطه ونعملوه في الفران حتى كيطيب. هو راه دغيا كيدخلوا يعني طيابه في الشحار ديالو. اما هنا راه كنبقاو نقلبوه من هذه الجهه لهذه الجهه. نفس العطريه البنات، بحال العطريه اللي عملت في الحوت الاول غادي نعملو في الثاني. صراحه كتجي به واحد الكنافه غزاله. الكنافه د الحوت انا بالنسبه لي نفضل الكنافه هيدا د الحوت احسن من الدجاج واحسن من اي حاجه، وكل واحد اشنو كيعجبو. ممكن ديروهم فرديين، ممكن ديروها كبيره، ممكن تفنوا فيها كيف بغيتو. ها نتوما البنات، هنايا بالنسبه لنا الحوت هو واجد، قالي غنفرتو وصافي. غادي نشد شي مقله ولا شي بانيو ولا شي حاجه، وغادي نجمع فيه الحوت كامل اللي عندي. هنا غادي نعمل العطريه، غادي نضيف العطريه بعدا هي الاولى اللي هي الربيع. عندي هنايا شويه ديال القزبر مدنوس، كذلك العطريه شويه ديال البصر، شويه ديال قزبر حبوب، وغادي نضيف هنا الهريسه والتحميره. غادي نضيف العطريه حتى هنايا باش نخلط. نتوما غادي تشوفوا معايا نخلط الحوت كامل في هذه الشرموله هذه. وغادي نضيف هذه راه الهريسه البنات. اللي عزيزه عليه الحار راه غيعملها، ولكن كتعطي حتى البنه صراحه، ماشي غير على الحار وصافي، حتى البنه فيها البنه زوينه الهريسه. هنايا شويه ديال الزيت بلديه والحامض، اما الحامض مصير اما حامضه، وقطعوها هكا طريفات صغار اولا عصروها. ناخذوا غير العصير ديال الحامضه، الزيتون
ممكن ديروا الزيتون اللي بغيتو نتوما، كاين اللي كيبغي الزيتون الاحمر. المهم اي حاجه ممكن نضيفوها نزيدوها. صافي غادي نخلط كلشي مع بعضياتو. وهنا ممكن انك تزيدي كنور ديال الحوت. صراحه حنا مغاربه كنعطيو العطريه، والحاجه الصراحه هي تجي بنينه، كتجي بنينه، الا ما درتي العطريه راه ما كاين حتى شي حاجه. صافي هنايا من بعد غادي نضيف الحوت. انا خلطت الحوت هنا كامل مع بعضياتو، كي كالامار ولا القمرون اولا الحوت الابيض اولا اي حوت عندكم، ممكن تخلطوا في حال هكا، يعني كلشي مخلط مع بعضياتهم، اولا تعملوا كل حاجه بوحديتها. كاين اللي بغى مثلا يدير طبقات وكيخلي الحوت يعني مثلا كل حاجه بوحديتها ما كتخلطش. انا خلطت كلشي واحد النسمه، ما نقولكمش البنات، واحد النسمه طالعه ما شهيتكم فيها. صافي هنا من بعد ما خلطت كلشي غادي نجيب هنايا واحد مقله ولا طنجره، عملت فيها البصله شحرتها مزيان مع شويه ديال العطريه وصافي. وعملت هنايا هاد الكريمه ديال الطبخ، انا غا كبيتو صافي صراحه ما عبرتش عيني ميزاني، خليتها تعقدت مزيان. وهنايا زدت شويه ديال الفرماج اختياري، الا كان متوفر هو هذاك ما كانش يعني بلاش. زدت فيها شويه ديال الفرماج وغادي نخليها شي شويه تزيد تعقد شي شويه، يعني ما تبقاش هكا تجي جاريه شويه بين وبين، وعلى حسب الكميه ديال الحوت. بالنسبه لهاد الكميه اللي عملت انا هنايا، عملت منها 3 ديال عمرت يعني 3 ديال المولات. صافي انا زدت الحوت هنايا ونخلطو مزيان مع هاد لاكريم هادي، وغادي نبدا نعمر في ليمول، اولا ممكن تعملوهم فرديين هكا صغارين على حسب نتوما الرغبه ديالكم، واش بغيتوهم كبار ولا صغار. هنايا عندي المول دهنته بشويه ديال الزيت ديال الزبده، وعملت الكنافه. اكيد الكنافه من بعد ما بسبستها مزيان بالزبده، عطيت لها الزبده مزيان وصافي. وبديت كنعمر الحوت اللي عندي هنايا. درت الطبقه الاولى، يعني واخا التصاور ما بينش مزيان، ولكن الطبقه الاولى، وعملت شويه د الكنافه عاد زدت الطبقه الثانيه وصافي. وكنغطيها عاوتاني بالكنافه من الفوق وصافي، وكندخلها الفران. انا هنا يعني بزاف د المقاطع اللي تحيدوا تمسحوا ليا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي، انتم كتشوفوها كيفاش جات، كتجي واعره، والمذاق ما نقولكمش البنات، واحد المذاق كيجي واحد المذاق واعر. وهنا البنات راه كنت قطعت معكم يعني هكا طروفه، ولكن راه منين جيت المونتي لا فيديو لقيتهم راه تمسحوا وما بقاوش عندي. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم. مع السلامه، الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.